السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في لابورس بالديتاي، لاشين اللي كنعطيكم فيها كاع لي ديتاي على لابورس دو كازابلانكا كيف العادة لاصق، وكنبارطاجي معكم التجربة ديالي الخاصة كيف ما هي بورتفوي ديالي الخاص. ما كنخبي عليكم حتى شي حاجة. بزاف ديال الناس كنت وريتكم البورتفوي ديالي من هاد البلاتفورم ولا هاد السيت هذا بدراهمي، مي قلتوا لي لا صافي بدا تورينا غير مجموعة في البورص على الراس والعين. ما يكون خاطركم. دونك بالنسبة للبورتفوي كيف ما كتشوفوا راه هبطات القيمة الإجمالية ديال البورتفوي مع هاد الهبوط الأخير كيف ما غادي تشوفوا هنا في المغازي. كنا متبعين هاد الباترن هذا من شحال هادي، كنقول لكم هاد الفلاغ وهاد لا زون هادي يا إما غادي نبريكيو هنا الفوق وغادي نديرو كونتينياسيون لهاد الصعود، ولا غادي نديرو البريك من هنا وغادي نديرو واحد شنو سميتو غيا رياكسيون لي نيجاتيف، وغادي يكون واحد الصحيح. جا هاد البريك هذا مع الأخبار ديال الحرب، كيف فيه هبطنا ودرنا واحد التصحيح اللي قوي بزاف. حاليًا الأخبار اللي كتدور على الحرب ديال الميريكان وإيران كيقولوا أن إيران باغا تجلس على الطاولة ودير التفاوض باش تحبس الحرب. يعني داك الشيء بدا كيبرد، ولكن عاوتاني هاد الحرب هادي unpredictable كيف ما كنقولوا، يعني ما نقدروش نتوقعوا شنو يقدر يطرا. تقدر غدا إيران عاوتاني تضرب شي بلاصة ما خصهاش تضربها وتعاود تنوض. دونك باقي هادشي unstable كيف ما كنقولوا، ماشي stable. دونك على حساب البورتفوي كيف ما غادي تشوفوا راه كاينين بزاف ديال الخسائر. مي شنو تقديت، على حساب شنو تقديت هنايا، تقديت لافارج في لو 2 قبل ما يكون داك الهبوط اللي قوي بزاف دوماج. تقديت جوج ديال الأسهم ب1597 الواحد. من بعد لا غد ليه يعني اللي كان البارح كان فيه واحد الهبوط اللي كبير 3 مارس. دونك هنا فين تقديت فيسان اللي كنت باغي نزيدها في البورتفوي ديالي من شحال هادي، وصراحة تقديتها بواحد الثمن اللي كيجيني أنا مع الشيفر دافير اللي خرج مؤخرًا، ثمن اللي مناسب بزاف. 365 7 ديال الأسهم. علاش ما شريتش بزاف ديال الأسهم؟ حيتاش ما تعرف عاوتاني يزيد يهبط أكتر، نقدروا نديروا التعزيز. اللي غادي ندوي لكم مزيان على التعزيز خصوصًا في النقل. النقل خديت 40 سهم ب44.90. دونك هادي درت التعزيز. النقل اللي كنت شاريها بواحد الثمن اللي غالي شوية. غادي نوريكم هنايا هاد الفيديو هذا وقتاش، هذا غير 10 أيام تقريبا، يعني 10 أيام كان البورتفوي فيه 3300 وشي حاجة ديال الأرباح، 8% في الperformance. يعني دغيا داكشي كيتبدل. النقل كانت مقيومة عليا، كانت عندي 25 سهم بعدا، كانت مقيومة عليا ب54 درهم فاصلة 44، يعني تقريبا 54 درهم ونص في كل سهم. إلا جيتو تشوفوا كانت أصلًا ديجا طايحة 51 وكانت عندي ناقص 6%. من بعد ما درت هاد التعزيز هذا وشريت 40 سهم بثمن ديال 44.90، غادي تشوفوا باللي التكلفة الإجمالية ولا بشحال مقيوم عليا النقل هبطات بواحد الطريقة اللي كبيرة بزاف. وهاد الشي هو اللي كنقول لكم التعزيز منين تكونوا غادي تشريو واحد السهم، شريوه بواحد الكابيطال. إلا زاد هبط خليو الكاش كيف ما كتشوفوا باقي عندي الكاش باش تشريو، باش يكون الثمن هابط وديروا التعزيز وتهبطوا التكلفة الإجمالية. دابا هاد 65 بشحال مقيوم عليا كل سهم؟ من هاد 65 مقيوم عليا ب48.96، يعني تقريبا نقولوا 49. الثمن ولا الكور اكشويل 47، يعني يلاه هابط بواحد 4%. حاجة اللي مزيانة. غتزيد تهبط النقل غادي نزيد ندير التعزيز، يعني هادشي اللي كاين. بالنسبة للشركات اللي كيبانوا ليا دابا باقيين هاوتا حاليًا، جو بونس راكم شفتوها في لي جروب ولا في شي حاجة، خصوصًا في الجروب فيسبوك اللي عندنا، دخلوا ليه مرحبا بكم. كاينة كوزيمار اللي زاد طاحت ب10% من بعد داك الهبوط البارح. كيما كتشوفوا بزاف ديال الشركات داروا واحد لا ريبوند من الهبوط ديال البارح، إلا كوزيمار اللي زاد تكفّات وهبطات. الفيديو ديال البارح كنت قلت لكم بلي وصلنا لواحد النيفو ما كناش قسناه من 2023. حاليًا وصلنا لواحد النيفو ما قسناهش من 2020، من مارس 2020، وسبحان الله جا في نفس الشهر، يعني مارس 2026. دونك الثمن اللي مناسب
بالنسبة توزيع الأرباح غادي نحاول ندخل نشوف هنا غير توزيع الأرباح ديال هاد الشركة شحال كتعطي على كل سهم. كوزيمار كتعطي 10 دراهم، 10 دراهم يعني شحال غادي نشوفو هنايا، 10 دراهم يعني على كل 150 درهم عندك 10 دراهم، حاجة اللي مزيانة بزاف. قد ما هبّطتي بشحال مقيومة على كوزيمار قد ما فاش غيفرقوا توزيع الأرباح غادي يكون داك البورسونتاج كبير، يعني حاجة مزيانة. حاليًا أنا كوزيمار عندي واخدة بواحد الثمن اللي طالع، عندي ناقص 30%، مي راه حاط فيها غير 1500 درهم ماشي شي حاجة، غنقدر ندير ليها التعزيز ونقدر نهبط الcost بواحد الطريقة اللي كبيرة بزاف. يعني غادي نحاول نتسنى يتحل المارشي غدا باش ندوز l'ordre ديالي. غادي نقلّب عليها وصافي. كوزيمار غير باش نوريكم l'ordre book ولا الكارني دوردر. غادي تشوفوا بلي كاينين بزاف ديال الدوموند داشا وبزاف ديال الناس أصلًا غادي يحطوا غدا مارشي مع غادي يتحل المارشي غادي يحطوا مارشي، وأصلًا حتى واحد ما حاط يبيع بهاد الثمن ديال 150. يعني غدا كوزيمار تقدر تطلع ب10% بسهولة ما كاينش مشكل. دونك هادي بعدا السهم اللي بان ليا، الثاني سهم اللي بان ليا تقدر تكون فيه لهوتة لغدا باش نقول لكم هو الBCP. وعلاش بالضبط؟ واخا كيبان بلي طالع ب2%، علاش كيبان هوتة؟ حيتاش كاين واحد الأوردر ديال الفونت اللي كبير بزاف. آآ حاطين واحد لا فونت 3695 سهم للبيع في الثمن ديال 250 درهم. يعني راه يقدر يدي لنا هاد لي زوردر كاملين تقريبا راه غيمشيو، راه إلا جينا نحسبو هنا راه باقا ما كايناش 3000. يعني هاد الأوردر هذا يقدر يدي لنا هاد لي زوردر ولا هاد لي دوموند داشا كاملين، سكيفي أن الثمن يقدر يهبط ونقدروا تكون عندنا واحد الفرصة باش ندخلوا ولا نزيدوا التعزيز بالنسبة للناس اللي عندهم ديجا BCP، يزيدوا يعززوا البوزيسيون ديالهم ويديروا الدولار كوست افريج. يعني صراحة حتى هي كتبان ليا نقدر نحط فيها اوردر. مي كوزيمار راه 100% غادي نحط فيها اوردر. شي 150 160 راه باقا حتى هو الثمن اللي مزيان. دونك هادي 100% اوردر غدا، واي حاجة كنقولها أنا كتبقى طبعًا التجربة ديالي الخاصة ماشي نصيحة استثمارية، حيت أنا أصلًا عندي سميتو كوزيمار في البورتفوي ديالي واخدة بواحد الثمن اللي طالع، دونك خاصني ندير ليها تعزيز. حيتاش أهم حاجة أنا عقليتي كمستثمر على المدى الطويل، وهكا كنت كندير في البورصة الأمريكية، كتشري حيتاش نتا عمرك ما تقدر تايمي المارشي وعمرك ما تقدر تعرف شحال ولا how low كيف ما كنقولوا the stock can go. ولكن ما نقدروش حنا بالعربية نعرفوا شحال الحد باش غادي يهبط داك السهم وغادي يعاود يريبوندي ويبقى طالع، يعني ما يمكنش نعرف. دونك اش كنديرو كنبقاو نشريو تدريجيا، نبقاو نشريو تدريجيا، كل هبط وكل ما هبط كنديرو التعزيز، كل ما هبط كنديرو التعزيز. يعني إلا جينا في واحد الوقيته وزاد داك السهم بدا كيطلع، بحال مثلًا أنا فاش قسنا نفس هاد النيفو هذا اللي قسناه آخر مرة، راه درنا واحد الصعود اللي ما يمكنش، يعني 91% 95% من بعد ما قسنا هاد النيفو هذا اللي حنا فيه actuellement. الطوب كان وقتاش كان في ديسمبر 21 2021. دونك حنا ما عمرنا ما غادي نعرفوا فين غادي يحبس هاد السهم في الهبوط. كاين مثلًا اللي ما شراش راه غيبقى يتسنى يقول بلاتي راه غيهبط هنا، صافي من هنا طلع ما بقاش زاد هبط، بقى غادي وهو طالع. دونك حنا كنبقاو نشريو تدريجيًا، كنديرو الدولار كوست افريج. لا طرا هاد الparabolic move ولا هاد الصعود اللي كيكون قوي بحال هكا حاد، دونك كتكون حتى نتايا راك داخل وعندك أسهم في ديك الشركة. تاني أهم حاجة هو الكوتي فوندامونتال ديال الشركات. كنت وريتكم البارح أن الكوتي فوندامونتال لي chiffres d'affaires ديال الشركات كلهم تقريبا بوزيتيف، اللي ما زادوش زادوا غير بواحد النسب قليلة، ولا كان عندهم chiffre نيجاتيف بواحد النسبة اللي قليلة بزاف. يعني الفوندامونتال حاليا ديال الشركات مزيان، اللي كيشجعك انت كانفستيسور لون تيرم انك تستثمر. ثالث حاجة كيف ما قلت لكم هي الشركات اللي كتعطي توزيع الأرباح.
بواحد الطريقة اللي كبيرة واللي كيكونوا stable بحال Emerald بحال أراضي Capital بحال Africa Industry. علاش قلنا هاد الثلاثي ولا هاد التريو هذا مهم حيتاش فاش كتكون البانيك وفاش كتكون الخلعة، الهلع كيما ما كنقولوا بالعربية، كتلقى أنهم هُما stable ما فقدوش القيمة ديالهم وشادين لك مثبتين لك شوية البورتفوي، يعني الحجرة ديالهم ثقيلة كيف ما كنقولوا، يعني ما كيخليوش البورتفوي أنه يزيد يهبط. كنحاول ندوي بالدارجة الماكسيموم باش توصل للفكرة، حيتاش كيف ما قلت لكم أنا كندوي معاكم بكل عفوية. بحال شي صديق ديالكم عنده واحد شوية ديال التجربة في لابورت وكيبارطاجي معاكم التجربة ديالو كيف معايا. هادشي اللي كاين حاليًا. إن شاء الله غنلوح الفيديو دابا ما غاديش نتعطل، دابا 3 و10 دقايق غنحاول نقادو خفا نزربان ونلوحو دابا. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وبيس.